اصبر نكمل لك. انا عندي الجيش الوطني الشعبي وانت عندك الجيش الملكي. انتوما بكري كي دخلت فرنسا الملك اللي كان باش يحافظ على الحكم تاعو جبد بجهه ودار على الشعب اللي دار عليه ونعرفوا الحكايه. هذه اول حاجه. خليني نهضر. علاش خويا راني خليني نهضر خويا رضوان. خليني خويا رضوان. تاريخكم كاع مسيره خويا رضوان. هو كي راه يهضر هو كي راه يهضر على البلاد اللي راهي تقول وزعما تدعي انها تحافظ على حقوق الانسان. نفس الطرح اللي انتوما نفس الطرح تاعكم هو نفس الطرح الفرنسي. ثاني حاجه كي تهضر على المغاربه ما يسبوش الشهداء. خويا رضوان انتم المؤثرين تاعكم نايضين بينا راكدين بينا وانت واحد منهم. ومع احتراماتي لك خويا رضوان وليت نشوفك باللي راك تحاول. رضوان واش راك لاباس؟ الله يسهل عليك اخويا. مرحبا بك اخويا. مرحبا. والله راني نشكركم يعني الاخوه المغاربه كي راكم تتعاطفوا معنا. مع عندكم انتم اول ما سبيتوا شهداء، يعني انتم اللي بديتوا بالسب في الشهداء. لا معليش ما علينا. انا عندي تعقيب برك على القضيه، على هذا المتحدث. هو اصلا الميساج هذا بعثه لرئيس فرنسا اللي يتكلم على الحريه وامور هذه. هو بعث الميساج هذا بعثه لرئيس فرنسا على حقوق الانسان بصفه خاصه يعني. وكان على الشهداء اللي ماتوا. يا رضوان انت كمواطن مغربي عندك ايهم افضل ولا بجل كون يموتوا لك 5 ملايين ولا يديوا المغرب؟ وش هو اللي بجل؟ اعطيني جواب برك. مجرد سالتك مجرد سؤال بسيط. ايهم افضل 5 ملايين تموت من اجل المغرب او لا؟ انا ما داروا لي لا هذه ما مشاو 5 ما مشى مغرب. تفضل اخويا. لا اعطيتك سؤال. لا ما فهمتيش. حبيت نلحق لك معلومه برك. حبيت نوصل لك معلومه. ايهم افضل كون يدوا لك مليون من البشر ولا يديوا المغرب؟ ايهم افضل؟ ما يديو حتى حاجه. اخي المغرب اكبر من مليون من البشر. لا ما الدوله 5 لا فهمت؟ المغرب كبيره على مليون من البشر. مليون المغرب الحمد لله. لا قلت لك حنا ما الدوله هذه لا هذه. حنا دابا شوف حنا بغض النظر الله يحفظك. انا قلت لك انا اتضامن مع الاخوان ديالي وانا بالعكس ما بغيتش نجبد هذا الملف وما عمرني بغيت نناقش هذا الملف. لا يا رضوان انت تتضامن وهما اصلا المغاربه سبوا الشهداء. انت راك تتضامن والمغاربه سبوا شهداء. لا انت وحدك راك متضامن برك. فهمتي؟ المغاربه سبوا الشهداء وبالفيديوهات وبشوف تيفي. لا ما كاينش هاد الهضره. لا ما كاينش هاد سي والله يا رضوان. أنا مش اسمع رضوان راني مانيش نتبلى على خاوتنا المغاربه ولا انا مانيش نتبلى عليهم. حنا باش نفسر لك يمكن اسكت ماشي دابا بلاتي. قلت اخويا حنا بالعكس عندنا سلطه كتضبطنا، عندنا اخلاقيه المهنه، عندنا واحد المجلس الوطني للصحافه ما يقدروش يتجرؤوا ويشوفوا داك الشيء اللي تكتب مثلا البارح في واحد الجريده جزائريه كجريده الشروق. ولكن هذا لا يهمني اخويا، لا يهمني. انا ما يهمني هو هذا التصريح. انت بالنسبه لك موجه لفرنسا ياك اخويا؟ ياك هو وجهه للرئيس الفرنسي. انا بالنسبه لي كجزائري، اسمع شوف انا كجزائري وكمسلم، الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. احنا جدودنا اعطاونا اكبر دوله في افريقيا. فهمت؟ وبالنسبه لي الى فرنسا فرحانه بالعظام. ان شاء الله تقعد عليهم تكرك عليهم. احنا ندينا الجزائر. اشكرك بزاف. الحمد لله والسلام عليكم. تحياتي خويا رشيد. شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. صح. بالنسبه له كما بالنسبه للاخوان ديالنا كاملين فالرساله كانت موجهه لفرنسا الاخوان. داكشي اللي فهمت انايا. امير او لا انير؟ تفضل اخويا امير. السلام عليكم. تحياتي اخويا. الا شتي واحد المغربي سب ولا شي حاجه راه بانه ما كيمثلش كاع المغاربه، حنا ما كنسبوش الشهداء وماشي من التربيه ديالنا وماشي من الاخلاق ديالنا. ثاني حاجه الجماجم شدوهم عندها فرنسا لان فرنسا كتعتبر الجزائر باقي كي بحال من شي بلديه تابعه ليها، لان الجزائر مازال ما عندهاش وثيقه الاستقلال. فهمتوني؟ مازال ماشي دوله مستقله 100%. لهذا فرنسا تحتفظ بالجماجم وفرنسا كتقول بان هذوك الجماجم فرنسيين، لان ذاك الوقت كانت فرنسا في الجزائر. حتى فرنسا عندها باش تدافع على راسها باش ما تردش دوك الجماجم، بان حتى هي كتعتبرهم بانهم كانوا مقاتلين وكيمثلوها. ثاني حاجه خاصكم تعرفوا بان الجزائر دوله راه بلا ما واخا الهضره اللي نقول شويه قاصحه، ولكن راه هاد الهضره هذه اللي غادي نقول راه شفنا الفيديوهات شفنا كلشي. الجزائر دوله ما عندهاش سياده، حتى شي دوله ما كتعطيها قيمه، حيت عارفين ما عندهاش ما مستقلاش. مثلا اردوغان داز ما عطاش تحيه العالم، ما وقفش كاع ما عطاش قيمه كاع للعالم الجزائري.
فرنسا كتعتبر الجزائر باقي بلديه منها. لهذا الجزائر كما قال الاخر، بغيت نصحح عليه المعلومه، ماشي الشهداء اللي خلاو لك ديك الارض كلها، راه فرنسا اللي قطعت لنا ديك الارض ديالنا هذيك. سي تشوف الا جينا نشوفوا التاريخ من 1912 نشوفوا الجزائر كاع ما كانت، واش فهمتي، عطونا شي عملاء، عطونا شي سميت شي رئيس شي ملك كان يحكم ديك شي منطقه في دوك المناطق. وهذا هو التدخل ديالي. ونزيد واحد الحاجه، 1.5 مليون الشهيد راه ما كايناش. على شحال كانوا هما؟ امير شحال كانوا في ديك الوقت؟ ما كاينش 1.5 مليون، كاين 5. ما كايناش 5 المليون، ما كايناش. على شحال كاينه 5 سيدي. شحال كانوا في ديك الوقت هما؟ انت غتعرف قد انا؟ كاينه 5. لا حاشا انت راه صحفي وعندك المعلومات ديالك. المهم هذا هو التدخل ديالي والسلام عليكم. بارك الله عليك سي امير. شكرا. الخوت نوصلوها ل 1000 بارطاج ونوصلوها ل 150 كا. خوتي المغاربه كنهضر مع خوتي المغاربه نوصلوها ل 1000 ديال البارطاج اخوتي و150 كا. الله يسهل عليكم. وبغيت نقول لكم واحد النقطه اخويا رضوان، راه هذاك المسؤول راه بغى يصيفط الميساج لماكرون وغلط في النمره، صدق مصيفطو لتبون. هذا هو المشكل اللي طرا. بالله. شكرا اخي وليد. ابن الجزائر، قبل ما تتكلم اخويا اعطيني الراي ديالك في هذا الشيء. إن على الرئيس الفرنسي الذي يتحدث عن الحرية والحقوق وحقوق الإنسان، عليه قبل أن يتحدث في ذلك أن يعيد جماجم الشهداء الجزائريين التي لا تزال دولته تحتفظ بها في متاحف فرنسا. أنا لا أصدق أن هناك إنسان في هذا الزمن لا زال يحفظ جماجم الشهداء في المتاحف ثم يتحدث عن حقوق الإنسان. هذا المسؤول على الحق، وهذا تصريح ديال اليوم، وهذا هو المسؤول على العلاقات الخارجيه، وهذا تصريح اللي نقلته جميع وسائل الاعلام اخي ابن الجزائر. في نظرك لمن كانت الرساله موجهه؟ وشنو بغى يقصد بها اخويا ابن الجزائر؟ وبكل صراحه انا اتضامن معكم. تفضل اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا. وعليكم السلام. صباح بخير رضوان، كلشي بخير؟ كلشي مزيان الله يحفظك اخويا. انت اش غادي نقول لك خويا؟ انت تهضر على الجماجم وواحد يقول لك ما كاينش لاجيري. اش غادي نقول لك؟ انا الله يهديكم، هذا ما نقول الله يهديكم ويهدي هذا الانسان هذا اللي لك دير فيديو دير وتعاوده دير ابتزاز، هذا دير وعاوده دير وعاوده. نورمال رضوان، انا نعرفك غاير نورمال هاد الصوالح نورمال خويا. والله يهدينا ويهديكم، الله يهديك يا خويا العزيز ويهدينا كاع يا خويا. واش غادي نقول لك؟ نقول لك تحيا فلسطين، تقول لي منا وتقول لي منا. اخويا اش غادي نقول لك؟ انا طلعت معاك باحترام، نهضر معاكم باحترام. خلوا الدول بيناتهم، خلي الملك بين تبون وبالك كون يحلوا الحدود وكاع تولوا تهضروا كاع حضره واحده اخرى. انا نطلب الهدايه ليكم ولينا، هذا ما نقول. وسمحوا لي والسلام عليكم. هذه هو التدخل تاعي خويا، واسمح لي. السلام عليكم اخوه. وعليكم السلام. وانا احيي بكل صراحه، هادو هما احفاد هاد الناس هادو، الله يرحمهم ويوسع عليهم. انتم كتشوفوا الادب والاخلاق. شكرا جزيلا لكم الاخوان من الجزائر. بكل صراحه والله لا اليوم انا فخور بكم. ميمونه. السلام عليكم خويا رضوان. غناخذ الكلمه قبل ميمونه، راه طلبت منها وقالت لي اوكي. تحياتي خويا رضوان، وحيت بغى يبيع عجاله غادي نهبط. ولكن الصراحه الصوره اللي كان حاطها ابن الجزائر انا كان كيحسب لي غيتفرقع هنا والله العظيم. اسمعوا لي بغيت نضحك بعد. والله قلت انا غادي يدخل فيك ساعه طلع ولد الناس على الاقل محترم. وليد كيضحك. بالنسبه لهذا الصوت القبيح اللي تنسمعوا دائما، فانا على الاقل جوج الحوايج تكرروا لي يعني توضحوا في هذه الخرجه. جوج كذبات دائما كيكذبوهم على النظام الجزائري ومكذبين فيه متبعين فيه حتى الشعب، اللي هي قضيه ديال ان كاين جماجم مغاربه وتوانسه ديال باري. هذا قال غير جماجم الجزائر، يعني كاين غير جماجمهم. هذه وحده. الحاجه الثانيه كيرجعوا يقولوا لنا راه كان تبون في العهده ديالو جاب 24 جمجمه، مات 24 جمجمه وما بقى والو. جاوبهم وبكى. والله الا شفتوه مسكين، انت بكيت معانا يا زيد. فهنا كيقول لنا هذا الفيديو باللي راه باقي الجماجم تما ما جبتوا والو، غير ديالكم متيكيتيا الهضره ناضيه، حيت هذوك اكثر وحدين كيعرفوا في هادشي هما في الحسابات. غير هذه القضيه ديال 5 المليون السي رضوان، لا من 1830 راه 17 مليون قال لك تبون واحد الخرجه ديالو. سمعتو قال 5 واحد المره زاد فيها المره ناس سمعت 17 ولا 14، المهم ما بين هكا. تحياتي وديال المداخله وتبارك الله عليك اخويا رضوان، واستمر. تبارك الله عليك اختي الهام، شكرا بزاف. شكرا اختي ميمونه، الله يكبر بك. مرحبا اختي ميمونه. الاخوان الله يرضي عليكم، الراي ديالكم، انا بغيت الراي ديالكم.
الواقع هو هذا الاخوان، انا اكررها مره اخرى، اتضامن مع الاخوان ديالي وبكل صراحه. ما انا هذا التصريح بالنسبه لي انا وقيلا قصد به فرنسا، كنظن وقيلا حتى الاخوان في الجزائر غيتفقوا معايا، حيت هما ما يمكنش يقصدهم هما بالعكس كيعاونوهم، هما استقصدوهم وعطاوهم الفلوس، ما يمكنش يقصدهم هما. او لا اختي ميمونه؟ على ما تنظن هادشي اللي كاين. انا خويا السلام عليكم، بعد خويا رضوان السلام عليكم كلكم. انا بالنسبه لي انا الموتى تنحترم بزاف الموتى، ما تنبغيش نهضر عليهم الله يرحمهم. انا على ما تنظن لو كانوا هذيك الموتى يرجعوا ويلقاو هاد الناس اللي تيدخلوا في تيك توك ديال الجزائر قد يرجعوا يبغيو يموتوا، والله بصراحه هادشي ما كاين. انا تنحترمهم. انا كنت بغيت نطلع معاك البارح، بغيت نعطي الراي ديالي البارح في هذا ساعه كنت عيان وداك الشيء ما كتبش. مرحبا بك اليوم. بارك الله فيك. انا تنتمنى من سميتو من هاد الناس يحترموا هذاك الجماجم، ما يبقاوش يكذبوا. انا بحال اللي قالت الاخت ما تنظنش يكونوا 5 وسميتو، والا كانوا هذيك 5 اذن مصيبه، هذه مصيبه وصافي. ما يمكنش يكونوا 5. شحال كانوا ديك الساعه في هذاك الوقت، شحال كانوا ديال المواطنين الجزائريين في الجزائر؟ فخامه الرئيس كيقولوا لي الاخوان قال 15، انا قسمتها على 2 عطيتهم 7. نو او امبوسيبل فرنسا ما يمكنش. ماشي مشكل. اللي ما فهمتش هذا السيد اللي هضر واش هو مشكل. تنشوفهم في سميتو في تيك توك تيقولوا نفس المشكل، تيقولوا الجزائريين بعد يجيبوا هذاك الشيء ديالهم من باريس ديك الساعه يهضروا على فلسطين، ما يهضروش على فلسطين وصافي. هذا الشيء ما كاين اخويا، الله يهدي اخلاق. انا بالنسبه لي الا كانوا هذيك الشهداء يخيروهم يرجعوا لهاد الدنيا، انا تنظن الا شافوا هاد الاحفاد ديالهم هكا يبغيو يرجعوا يموتوا. هادشي ما كاين والله. شكرا اختي ميمونه، تحياتي لك خويا رضوان، احنا ارتحت معاك، شكرا. مرحبا بك. تكبيس الاخوان، التكبيس والبارطاج. المغربيه اختي قطعي الميكرو الله يرضي على اختي. نوصلوها خوتي، نوصلوها ل 200,000، نوصلوها ل 200,000 جمجمه، 200,000 تكبيسه، ونبارطاجي ونوصلوها ل 1000 بارطاج الخوت. الله يسهل عليكم المغاربه الحرار، كبروا بخونا رضوان وباش يستابيليزا اللايف. الله يرحم لكم الوالدين. اليوم الاخوان، الاخ بيل اسمع معايا وقول لي واش شنو قصد، واش بغى يقصد فرنسا ياك؟ اسمع معايا الاخ بيل، اسمع. إن على الرئيس الفرنسي الذي يتحدث عن الحرية والحقوق وحقوق الإنسان، عليه قبل أن يتحدث في ذلك أن يعيد جماجم الشهداء الجزائريين التي لا تزال دولته تحتفظ بها في متاحف فرنسا. أنا لا أصدق أن هناك إنسان في هذا الزمن لا زال يحفظ جماجم الشهداء في المتاحف ثم يتحدث عن حقوق الإنسان. إن إعلان الإدارة. الأخ بيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوف خويا رضوان، احنا الشهداء تبعنا نفتخروا بهم، هذه أول حاجة. أولا فهمني، أول حاجة نفتخروا بهم لأنهم الفرق بيننا وبينكم كي كان لك من قبل حنايا قاره قلت لك خلاوها لنا جدودنا. علاش دخلنا؟ اصبر نكمل لك. انا عندي الجيش الوطني الشعبي وانت عندك الجيش الملكي. انتوما بكري كي دخلت فرنسا الملك اللي كان باش يحافظ على الحكم تاعو جبد بجهه ودار على الشعب اللي دار عليه، ونعرفوا الحكايه. هذه اول حاجه. خليني نهضر. علاش خويا راني عارف انت؟ شوف الله يرضي عليك، احنا ما داخلينش في الموضوع. عندك جيش وطني شعبي، واش يقدر يمشي يجيب هذا الشيء؟ اسمع معايا، اسمع، يقدر يمشي يجيبهم؟ هذا ماشي انا. خليني نهضر خويا رضوان، خليني خويا رضوان. تاريخكم كاع مسيره خويا رضوان. هو كي راه يهضر على البلاد اللي راهي تقول وزعما تدعي انها تحافظ على حقوق الانسان. نفس الطرح اللي نتوما، نفس الطرح تاعكم هو نفس الطرح الفرنسي. نتوما نفسكم الطرح المغربي هو نفس الطرح الفرنسي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، كي تهضر على المغاربه ما يسبوش الشهداء. خويا رضوان، انتم المؤثرين تاعكم نايضين بينا، راقدين بينا، وانت واحد منهم. ومع احتراماتي لك خويا رضوان، وليت نشوفك باللي راك تحوس على 1,000,000 تكبيسه ومن بعد تغلق اللايف. يعني باش نكونوا يعني صراحه، والله ما لبناش الاخ رضوان. يعني اذا كان راك تحوس على تسترزق من الفيسبوك من التيك توك، والله ما، ومن حقك